انتقل بحضراتكم الى جزئيه ثانيه هنتكلم على يعني لما نيجي نتكلم على طبعا الفساد ده هو في الراس الفساد، فبالتالي كل حاجه هيبقى فيها فساد، يعني بالتالي كل حاجه هتبقى فيها فساد. لما نتكلم انا اتكلمت دلوقتي على تدمير صحه المواطنين واتكلمت على تدمير حياتهم، يعني من ضمن الحاجات اللي بيدمر بيها حياه المصريين طبعا لازم المصري يكون مدمر صحيا، ما يقدرش يتكلم، لازم يهزيه، لازم يضعفه، لازم يخليه مخوخ من جوه، يعني نتكلم بالبلدي كده راجل مخوخ، راجل تعبان، راجل عيان، راجل مريض مش قادر يطلع صوته. فده طبعا الخطه الممنهجه اللي موجوده دلوقتي اللي هي ضمن الكلام اللي انا قلته هو بيع كل شيء وجعله مقابل المال، يعني حتى الحاجات اللي كفلها لنا ده ان كان في دستور وان كان في قانون، الحاجات اللي كفلها لنا الدستور والقانون اللي هي ان انا اعالج على حساب الدوله واعالج في مستشفيات حكوميه مركزيه انها تكون موفره لي كل سبل الراحه والعلاج وكل الادويه، ابسط الامور في اي دوله محترمه واي لا مش هنقول دوله، اي نظام محترم. طبعا اي نظام محترم بيحكم ان بيوفر العلم وبيوفر التعليم وبيوفر العلاج والادويه وبيوفر المستشفيات اللي هي بيتعالج فيها المواطنين سواء كانوا في اي دوله او في اي مكان. الكلام ده لما نيجي نضرب الكلام ده المثل، طبعا انا والله هتكلم اقول ايه تاني، انا ما خلاص ما هو الراس فاسده فرعون وهامان وملأه، هيعملوا ايه يعني في مصر؟ تخيلوا ايه اللي هيعملوه في الصحه. وهيجيبوا مين وزير الصحه؟ وهيجيبوا مين وزير للصحه؟ مين هو هيجيبوه؟ هيجيبوا فاسد، هيجيبوا حرامي. وتعالوا بقى بصوا وباعوا المستشفيات الحكوميه ودمروا الادويه، لما تيجي ودمروا منظومه العلاج ومنظومه الادويه وخدوها وسرقوها كلها وساموا عليكم وشكرا، وكل المستشفيات الحكوميه المركزيه تم تدميرها، بل تم يعني كمان ايه تدميرها ايه؟ تم تدميرها وتم بيعها كمان، يعني بقت تخصخص دلوقتي، تم طبعا خصخصتها وتمت ايه؟ وتم ايه؟ وتم تدميرها، يعني خصخصتها وتم تدميرها كلها. معلش انا اسف يا جماعه، يعني ثانيه واحده. تم تدميرها وتم بيعها وتم الخصخصه بتاعتها. يبقى هيجيبوا مين الناس دي؟ هيعملوا ايه؟ الراس فاسده والمنظومه فاسده، عايزين هيبقى فيه ايه يعني؟ دمار طبعا. لما نيجي نتكلم مثلا نضرب مثل على كده، نضرب مستشفى الخنكه المركزي واللي بيحصل فيها، طبعا مستشفى مدمره في كل شيء وتقول لها بقى قطاع خاص، تيجي تبص لرئيسها المدير اللي موجود فيها، تسمعوا تقولوا لي نساله مثلا الراجل ده قاعد بقى له 10 سنين ماسك مدير لمستشفى الخنكه المركزي، انا بضرب مثل مركز من مراكز محافظات مصر كلها في محافظه القليوبيه، تسمعوا تقولوا له الراجل ده عمل ايه؟ طب بيجي بيقول لك تبرعات بتيجي، طب التبرعات دي خدمت ايه؟ شفتوا بقى العصابه هنا بتعمل ايه؟ تسرقك وتنهبك وتدمرك ويجي يقول لك انا بتبرع لك. لازم يذل الشعب، ما هو هي دي وسيله اذلال الشعب. قال يا اخويا بيقول لك تبرعات ايه يا ابني انت وهو؟ انتوا بتضحكوا على الناس ولا بتهزوا؟ يعني انتوا فقرتوا الشعب وجوعتوه، كمان لازم تاكد على كده. يجي بقى اللصوص يقول لك اصل انا بتبرع. سارقينكم وسارقين حياه الشعب وسارقين حياه البلد وسارقين مقدرات مصر ويقول لك احنا بنتبرع. يعني الحرامي يسرقك جهارا نهارا ويقول لك خد الفتافيت اهي ويعمل ايه والناس تسقف له. الجهله، ما هو للاسف الجهل المتفشي في ارجاء مصر هو اللي خلى الناس دي موجوده. تسقف لمين؟ ده اللي زي ده لما يجي يتبرع يتسال انت جبت الفلوس منين يا حرامي؟ هيفترض ان اتبرع. طب تعالوا قولوا لي فلوس التبرعات دي بتروح فين؟ مستشفى زي الخنكه المركزيه وغيرها، مستشفى زي اجا. يعني لما نيجي نتكلم على مستشفى زي اجا منظومه الصحه هناك، اللي بيخش عندهم هناك بيخش حي ممكن يطلع ميت زي اجا كده. برضه بيقول لك بيخش بنود تبرعات هناك وبيتبرعوا. طب اللي بيتبرع في مستشفى زي اجا ولا مستشفى زي المركزي، فلوس التبرعات دي بتروح فين يا شويه لصوص؟ ما انتوا وزيركم اصلا من الفاسدين، الوزير من الفاسدين اساسا. صحه ايه؟ لا علاج موجود وكله الوقت شغال، وكله دلوقتي شغال على القطاع الخاص، يعني كله الوقت شغال على القطاع، كله الوقت شغال على القطاع الخاص. معلش يا جماعه انا اسف يا جماعه، وكله الوقت شغال على القطاع الخاص. يعني احنا لما نيجي نتكلم في حاجه، زي كده، ايه دلوقتي اللي موجود في مصر ما فيهوش فلوس؟ يعني حد يقدر يقول لي يسمعني الكلام ده؟ ايه اللي هو موجود في مصر دلوقتي حاليا ما فيهوش فلوس؟ ايه هو اللي موجود في مصر ما فيهوش فلوس؟ والله كل حاجه بالفلوس. يعني حتى الصحه كمان اصبحت زي ما قلت، هي دلوقتي اصبحت بالفلوس.
تخش تتعالج في مستشفيات الحكومه لازم تدفع فلوس، تخش تتعالج في اي مكان لازم تدفع فلوس، كله بقى قطاع خاص، التعليم بقى بالفلوس. ما هي خطه ممنهجه، قلت فرعون وهامان اللي موجود معاه، وهامان اللي موجود معاه وملأهم الأعلى، هم كلهم عبارة عن عصابة، كلهم عبارة عن عصابة موجودة، كلهم عبارة عن عصابة موجودة بتحكم الدولة المصرية. معلش يا جماعة أنا آسف، في حاجة بس كده عندي، في عطل كده بسيط هنا عندي بحاول إن أنا أعدله، معلش آسف. فهم كلهم عبارة عن عصابة موجودة بتقود الدولة المصرية إلى حافة الهوية، بل هم زي ما قلت جعلوها في قاع المستنقع. هي دي العصابة اللي موجودة. في إيه اللي موجود؟ صحة إيه بقى اللي هنتكلم عليها؟ ما أنا بتكلم الكلام ده عن المستشفيات دي لأن كلها بقت بالفلوس، وكلها الوقت تخش جوه تموت ومعكش فلوس تموت. كان زمان غير كده. طب أمال الدستور اللي بيحكمني اللي بيقول لك مش عارف كام 7% تقريبا من موازنة مصر كلها بتصرف على الصحه، تيجي التعليم مثلا يقول لك مش عارف 6% من الموازنه كل الفلوس دي بتروح فين يا حراميه؟ عرفتوا ان انتوا عصابه بتموتوا في الشعب المصري؟ كل الفلوس دي بتودوها فين يا عصابه؟ يعني انا عايز اسال سؤال، الفلوس دي كلها انتوا بتودوها فين؟ بتروح في انهي حته؟ انا عايز اسال سؤال، بتروح فين؟ اللي كنتوا بتاخدوها في جيوبكم وكل حاجه وبتعملوا مستشفيات، عند مصر كلها اتملت مستشفيات خاصه. صدقوني اللي معهوش فلوس دلوقتي يجيب علبه علاج، ده ان لقاها، خلي بالكم هي مش موجوده، ده ان هو لقاها، يعني علبه العلاج دي ان هو لقاها، ان عرف ان هو حتى يجيبها ده يبقى راجل بطل، يبقى راجل والله العظيم محترم، ان هو عرف يجيبها وطلع راجل محترم اكتر منه انه عرف يوفرها له. وهيجيبها منين اساسا؟ هي مش موجوده. طب وين لقاها؟ والله ما يعرف يجيبها، يجيب حقها، لان الحاجه الوقت ام جنيه بقت ب 100 جنيه، والله اللي بجنيه بقت ب 100 جنيه الوقت، والحاجه وبياخدوا الادويه يركنوها، ما فيش رقابه بقى. ما هي خلي بالكم هي اصبحت ايه؟ هي ما فيهاش رقابه، ما فيش اي رقابه ولا فيها فساد. هي منظومه فساد، هتجيب رقابه منين؟ ما حدش عايز يراقب. هو لازم العصابه دي لازم كل الامور تتفشى، يعني مستشفى الخنكه المركزي لازم تملاها بالفلوس، ولازم ما فيش صحه، اللي معاه ومعهوش يموت. تبرعات مين؟ التبرعات بتيجي بتتحط في الجيب. طب لو هي ما اتحطتش في الجيب، لو هي ما اتحطتش في الجيب بتصرف على ناس معينه، ما بتصرفش على الناس اللي محتاجه المصاريف. ماشي، بتيجي التبرعات بتصرف على المحاسيب. كل واحد يعرف جوه شغال في المستشفى يعرف ناس قرايبه يجيبهم، يديهم دواء، يديهم علاج، يحاول يعالجهم بالتبرعات اللي جت دي كلها للمحاسيب. اما الشعب اللي هو الكادح البسيط الفقير والله العظيم بيدوله على دماغه. اللي هي الطبقه العريضه من الشعب، الطبقه العريضه اللي من الناس، هي دي اللي موجوده، خلي بالكم. بس مفيش حاجه تاني. نطلع ننزل، هو ده اللي موجود دلوقتي على الساحه في قلب مصر، هو ده اللي موجود، عصابه تقود الدوله المصريه. طبعا العصابه دي موجوده ومش هتمشي قلت الا بفضل الله اولا واخيرا، ثم بعد ذلك التدخل الايجابي من القوات المسلحه المصريه اللي احنا بنستنجد بيها واللي احنا بنستغيث بيها في كل حلقه، وبنقول يا جماعه يا ريت تبداوا في خطوات سريعه لتطهير مصر من هذا الفساد ومن هذه العصابة الجامة. نحن لا نحب أن نرى الخروج من الناس حتى لا تندس، قلت قبل كده، الجماعات المتطرفة والمتأسلمة وتعمل حالة من الفوضى وتضيع بلدنا كلها. فاحنا نستجدي كل رجل وطني حر من القوات المسلحة أن يخرج لإنقاذ مصر وإنقاذ ما تبقى من مقدرات ومكتسبات الشعب. عايزين ننقذ مصر يا جماعة، أقسم بالله ما هينفع كده. مصر كده بتضيع، الناس دي بل والشعب كده خلاص أصبح على المحك، انتهت خلاص على المحك، في حالة من الإذلال، يعني في منتهى حالة من الإذلال، في منتهى قلة الأدب على الشعب المصري وعلى حياة المصريين وعلى حياة الشعب المصري. حالة جمة من الإذلال وحالة جمة من انهيار الشعب المصري. الشعب خلاص، شعب جاع، شعب افتقر، شعب بيشحت، شعب الوقت في آخر الزيادات اللي هم عملوها دي ربنا يسترها في الأيام الجاية. نعرف بس نشرب شربة ميته اتباعت خلاص كلها سنتين، وهيقول لك بعد كده المية هتيجي يومين في الأسبوع.
اسبوع وباقي الاسبوع ما فيهوش ميه، كلها يعني حاجات بسيطه. الحاجات البسيطه اللي نعرف ان احنا ناكل ونشرب بيها الراجل العادي، الراجل اللي على قده البسيط مش موجوده والله. زي ما ضربت مثل في الحلقه اللي فاتت، قلت الفول والطعميه والبقوليات، المكرونات، البطاطس اللي باكله وصل فيها 30 جنيه و25 جنيه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده بالناس دي، هي الناس دي بتحب مصر؟ هي الناس دي بتحب الشعب؟ هي الناس دي عايزه حياه الشعب تبقى كويسه؟ لا والله، هؤلاء ينفذون كل ما يطلب منهم لتدمير حياه الشعب، سواء كان اجندات خارجيه او سواء كان من العصابه الصهيونيه او سواء كان من يريد تدمير هذا الشعب وانهاء حياه هذا الشعب. فخلي بالكم يا جماعه، الجيش المصري لازم ان يكون هناك تدخل سريع وتدخل جميل. طبعا انا ضربت على منظومه الصحه واتكلمت عليها، هذه المنظومه المدمره بوزيرها الفاسد، وضربت مثالين على مستشفى قلت الخنكه المركزي اللي هي في احد دوائر محافظه القليوبيه، وعلى مستشفى دائره اجا المركزي اللي هي احد دوائر محافظه الدقهليه اللي موجوده. طبعا المستشفيتين دول طبعا مدمرين. انا بضرب امثله، هو كل مستشفيات مصر مدمره، بضرب امثله. تعال بص على الخنكه المركزي، زي ما قلت يطبع على كرسي المدير فيها راجل بقاله 10 سنين. احنا عايزين نساله سؤال واحد، نقول له انت ماذا انجزت في دائره مركز الخنكه من العلاج؟ ماذا انجزت من علاج المرضى؟ ماذا يعني انت عملت ايه اللي جد على الناحيه ملف الصحه في هذه الدائره؟ ايه اللي انت عملته؟ انت قاعد بقالك 10 سنين، ايه اللي انت بتخدمه للناس البسطاء؟ خدمتك بتقدمها ازاي للناس البسطاء وبتقدمها للناس اللي محتاجين، اللي المفروض يخشوا يلاقوا الخدمه؟ انت مقعد 50,000 واحد فرد امن عندك هناك، طب ماشي مفيش مشكله، تقعد اللي تقعده، بس الخدمه الصحيه بتؤدى ازاي للمواطنين؟ انت لا تؤدي الخدمه الصحيه الا مقابل المال ومقابل الفلوس، واللي معهوش يطلع بره ويموت. مع ان انا كراجل مصري يكفلني الدستور ان انا اعالج مجانا او باجر رمزي، يعني اخش حاجه في متناول ايدي، ادفع حق تذكره تكون في متناول ايدي، ادفع حق تذكره أعالج على متناول دخلي الشهري. أنا كظروف اقتصادية صعبة، الشعب فيها مش لاقي ياكل وكلنا مش لاقيين ناكل، الدنيا كلها مدمرة. إيه اللي أنت عملته؟ أنت تجلس على مدار 10 سنوات نحب أن تخرج علينا وتقول لنا ما هي إنجازاتك في ملف الصحة في دائرة الخنكة، وماذا فعلت وماذا قمت بإجراء كم عملية لكم مواطن بسيط دون مقابل أو بأجر رمزي، أو ماذا قدمت للمواطنين البسطاء من الخدمة الصحية ومن تقديم العلاج الذي كفلوا لهم الدستور والقانون. إن كنا طبعا أنا عارف إن لا دستور ولا قانون، أنا بقول هي عصابة لا تملك دستور ولا قانون، ولكن إحنا عايزين برضو بنأكد على الكلام ده. يمكن هو يخرج الراجل ده راجل 100 100 يقول لنا عمل إيه، عملت إيه. طبعا أنت ما عملتش حاجة خالص، أنت برضو تعتبر تمشي على نهج ونمط كل دولة الفساد وعصابة الفساد. هو النهج وهو النمط واحد، ولكن ندعو من الله أن يخرج علينا ويقول لنا، زي مثلا هنتكلم على مستشفى أجا وقلة الأدب اللي موجودة فيها هناك من الأطباء ومن الممرضات. يعني يخش عندهم راجل مريض المفروض فيه إسعافات أولية، أحسن حاجة عندهم يقول لك يحول إلى مستشفى المنصورة، إلى طوارئ مستشفى الجامعة في المنصورة هناك على طول. يا عقبال بقى الراجل ممكن ما يروح لا قدر الله ربنا يكتب له السلامة يكون مات في قلب الطريق. هي دي أحلى حاجة. برضو بيجي لها تبرعات، برضو مستشفى مهملة، المدير اللي قاعد فيها هناك نسمع برضو هو يطبق قانون العصابة، هو يطبق قانون عصابة الفساد، برضو الفلوس اللي معاه يدفع. برضو بنسأله نفس السؤال، أنت ماذا قدمت بالإنجازات في ملف الصحة في دائرة مركز أجا اللي هي تابعة لمحافظة الدقهلية؟ عملت فيها إيه الإنجازات؟ ماذا قدمت للمرضى البسطاء من العمليات، ومن ماذا قدمت للمرضى البسطاء من الأدوية ومن الخدمات العلاجية والصحية؟ اطلع قول لنا كده. مع إن طبعا أنا عارف برضو أن أنت زيك زيهم وزيرك من الفاسدين، فأنت ماذا
ستكون هي المنظومة زي ما قلت كلها فاسدة عندما نطهر مصر على جميع الأجهزة الرقابية التي بإذن الله يتولاهم الجيش الوطني العظيم المصري وقوات المسلحة المصرية. هذه الأجهزة الرقابية التي تحب أن تحاسب هؤلاء جميعا، كل هؤلاء يحاسبوا بأثر رجعي على مدار 40 سنة. والله الكل يحاسب، الكل يجب أن يعلم أنه سيأتي يوما للحساب آجلا أم عاجلا بإذن الله. الكل لن ينفد ولن يهرب من المساءلة ومن الحساب عما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب المصري وحق الأمة المصرية وحق الوطن العربي كله وحق كل فرد من أفراد مصر الذين أذلوه والذين أضاعوه والذين قصروه ودمروا إرادته ودمروا حياته كلها زي ما قلت حتى والله في شربة المية. فلما نيجي نبص على الفساد اللي موجود هنلاقي الفساد موجود في كل حتة، والدليل ان مفيش منظومة ناجحة في مصر. لما تتكلم على جميع المنظومات اللي موجودة زي ما قلت منظومة الصحة مدمرة، تعالى كلمني على اي منظومة زي مثلا اي منظومة واي وزارة هي كلها مدمرة. يعني لما تيجي نتكلم على منظومة الداخلية او الشرطة المصرية، تعالى قولوا لي المخدرات تنتشر في جميع انحاء الوظائف المكلفة لهم هم لم يؤدوها. يعني منظومة الصحة الوظيفة المكلف بها خلي بالك هو لم يؤديها على مدار 40 سنة، مش من دلوقتي ده، بل زادت الآن، هي في ازدياد وحالة ازدياد حتى وصلت إلى قمة الهرم في الزيادة في هذه الآونة الأخيرة. زي الداخلية تنتشر المخدرات، تنتشر البلطجية، تنتشر الصيع والنصابين في جميع أنحاء مصر. ايه هي وظيفتهم؟ لم يقوموا أيضا بتأدية وظيفتهم، وينتشر السلاح كثير جدا، بل أن هناك من العصابات المسلحة الموجودة جهارا نهارا وعلنا، ويبث أحيانا فيديوهات على اليوتيوب نلاقي بقول لك مشاجرة الآن، يعني تلاقي بتحدث واحد بيبص بس مباشر مشاجرة بالأسلحة البيضاء وبالأسلحة النارية جهارا نهارا وعلنا في تقاعس من الجهات الأمنية وفي جهاز الشرطة وفي الداخلية المصرية. كل الكلام ده طبعا لم يؤدي وظيفة، كل الكلام ده هو نتيجة من يقود هذه الدولة ومصر هم عصابة فاسدة زي ما قلت، هي فرعون وهامان وملأهم، وهم لا يريدون إلا ذلك، يريدوا هو الفساد والبلطجة. اللي البلطجية دول بتوعهم خلي بالكم اللي هم بيسلطوهم على الشعب المصري. يعني البلطجية دول زي مثلا دلوقتي هذا النظام الفاسد هو يعني لما يجي يطلع طبعا ده عيب وعار في جبين الأمة المصرية، وطبعا عيب في حق الجيش المصري أن يكون هناك زي ما بقول لك مسمى القبائل العربية هذه الجماعة المسلحة أن تكون بجوار الجيش المصري، أن السلاح لا يكون إلا مع من كلفته الدولة المصرية ومع من كلفه الشعب المصري بحمايته، اللي هم طبقا للدستور والقانون هو الجيش المصري وقوات الامن اللي هي الشرطه المصريه. دول معاهم السلاح عشان بيحموا الشعب المصري، والجيش المصري العظيم معاه السلاح عشان يحمي ارض البلد وعشان يحمي الشعب المصري برضو من كل فاسد وكل طاغيه، وعشان يحمي الشعب المصري ويحمي الدستور ويقوم ويسهر على تنفيذ الدستور والقانون، ويكون الرقيب على بين الشعب والنظام على تنفيذ الدستور والقانون. طبعا الحاجات دي لما يكون تطلع فصيل ثالث في مصر ويبقى معاه سلاح، ده عار في جبين الأمة المصرية، وعار في جبين الجيش المصري، وعار في جبين كل ما هو حر. يعني أنا بقول عار ليه؟ لأن كل راجل حر هو عار علينا جميعا والله أن يكون هذا الفصيل، وأن يكون هناك بلطجية في مصر يحملون السلاح ويقوموا بإيه كمان؟ بإرهاب المواطنين العزل، وإرهاب المواطنين المسالمين، وإرهاب المواطنين وتقدير حياتهم. يعني لما يكون ناس عادية بتشكل من هذه التشكيلات العصابية وهذا السلاح وهذا الإجرام، هو عار في جبين كل مؤسسة أمنية في مصر، عار في جبينهم طبعا إن الكلام ده يكون موجود. وطبعا هي عيب كبير جدا في حقنا وحق الأمة المصرية وحق الشعب المصري وحق الجيش المصري. يجب أن يحاسب هؤلاء جميعا، ويجب أن تتوقف لهم داخليا هنا الداخلية المصرية أن تسحب هذا السلاح كله منهم. وارجع أقول تاني، ولما يسحبون السلاح وهم يعني الداخلية هي اللي ربت هؤلاء البلطجية اللي موجودين جوه مصر. طبعا
الداخليه اللي عملت التشكيلات دي كلها في قلب. طبعا الكلام ده مش وليد سنه ولا 2 ولا 10، هو وليد 40 عام. طبعا هو ذراع من اذرعه الداخليه لارهاب به الشعب المصري. عندما يعني هم بيتحينوا ان الشعب بقى يقول لك زق عليهم دول، هو ده الشغل بتاعهم وهي دي تربيتهم. طبعا الكلام ده كله ان شاء الله هنتكلم فيه في حلقات تانية باذن الله، لان عارف ان الوقت اتاخر وانا طولت عليكم. فان شاء الله هنتكلم بكره ان شاء الله في حلقه عن الفساد في وزارات مصر كلها، عن الفساد الذي يقبع في جميع انحاء مصر، عن ما تفعله هذه العصابه التي تقود مصر، هذه العصابه الفاسده، وما تدمر به حياه الشعب المصري وما تدمر به حياة الوطن جميعها. طبعا وبرضه في الآخر زي كل مرة نحن نستنجد بالله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من الأسباب، وأن يجعل للجيش المصري من الأسباب حتى يطهر مصر من براثن هذه العصابة ومن فسادها الذي استشرى، مما تفعله في حياة الشعب المصري من إذلاله وكسر إرادته وتجويعه وإفقاره على ما كل ما يوم نقوم من النوم، كل يوم نقوم على قرارات فيها قتل وموت للشعب المصري، وموت جوعا. والله هم يميتون الشعب المصري جوعا. فنرجو من الله أن يصل صوتنا إلى كل مسؤول حر في أي مكان. هناك المسؤولين الأحرار والوطنيين في جميع، برضه هم إن كانوا أقلية ولكنهم موجودين في جميع وزارات مصر وجميع مؤسسات مصر، على رأسهم طبعا الوطنيين الأحرار، جيشنا الوطني الحر المصري العظيم الذي أثق في الله تمام الثقة، وأثق في وطنيته، وأثق في رجاله الوطنيين. طبعا التاريخ قال كده، والله مهما فعلتم هذه العصابة الفاسدة على أن تجعل الجيش يولى، والله لن تستطيعوا ذلك، لأن الجيش ولاءه الأول والأخير لخدمة الوطن وخدمة شعب هذا الوطن البسيط، خدمة الشعب المصري العظيم الذي هو من الجيش والجيش منه. خلي بالكم، الجيش من الشعب والشعب من الجيش، وهي دي أكبر ميزة عندنا في مصر، أن الجيش المصري هو الشعب المصري، وأن الشعب المصري هو الجيش المصري. طبعا دي أكبر من أكبر النعم التي أنعم الله بها على مصر وعلى الوطن، أن جعل الشعب والجيش يدا واحدة دائما على مدار الزمان وعلى مدار التاريخ. طبعا وأنا أتكلم في ذلك طبعا، ولا يفوتني في هذا المقام أن أحيي الجيش الوطني المصري العظيم الذي قام بثورة 23 يوليو الذي بدأها والتحم معه الشعب المصري، يعني خرج الجيش وخرج معه الشعب المصري، فأصبحت ثورة عظيمة. طبعا هي ثورة رغم أنف كل واحد يتكلم عليها، لأن خروج الجيش بمفرده لم يكن تحدث معه ثورة 23 يوليو، وإنما خرج الشعب المصري عن بكرة أبيه يبارك الجيش ويلتحم مع الجيش ضد نظام فاسد وضد ملك فاسد، حتى حرر مصر من الملك الفاسد ومن الفساد الذي كان يقبع في أرض مصر. هيجي لنا حلقة هنتكلم عن الفساد اللي كان موجود، هنتكلم عن مزايا ثورة 23 يوليو، هنتكلم عن أخطاء ثورة 23 يوليو، هنتكلم عن الأفاضل الذين خرجوا في ثورة 23 يوليو، هنتكلم على من حاول أن يشوه ويدمر ثورة 23 يوليو. هنتكلم على الكلام ده في حلقات تانية، ولكن في الآخر أولا وأخيرا أن هناك أناس خرجوا من الجيش الوطني، الكل يعترف بذلك، في وقت كانت الحياة فيها وصلت إلى أقصى درجات الفساد، وصلت إلى أن كان هناك احتلال إنجليزي وملك فاسد. خرجوا هؤلاء الأبطال لا يرفعون أرواحهم على أكفهم، لا أحد ينكر ذلك. والله مهما كان الخلاف الذي بين هناك بعض الأشخاص وبين عظماء الجيش الوطني الحر، عظماء ثورة 23 يوليو، هم لا ينكرون أن هؤلاء الأفراد وأن هؤلاء الجنود المصريين وهؤلاء أبطال الجيش المصري العظماء الذين خرجوا في 23 يوليو هم كانوا يرفعون أرواحهم على أكفهم، لأنه إن كان هناك فشل لا قدر الله في هذه الثورة العظيمة ثورة 23 يوليو كان مقابلها أرواحهم الطاهرة
كانت طبعا مقابلها أرواحهم الطاهرة التي كانت ستحاسب عما أنهم خرجوا على النظام الملكي أو على الاحتلال الإنجليزي، ولكن ربنا نجى الضباط الأحرار ورجالهم ومن ناصرهم، وقاموا بطرد هذا الملك وحولوا من الملكية إلى الجمهورية، وقاموا بطرد باقي الاحتلال الإنجليزي، ولكنهم خرجوا ولم يخشوا في الحق لومة لائم، خرجوا ولم يبالوا على أنفسهم ما هي عواقب الأمور، لأنهم حملوا المسؤولية وحملوا ميثاق الشرف الذي كان بينهم وبين الوطن وبين الشعب في آنذاك الوقت، الذي وصل إلى أن يكون عروة وثقى. فأنا أتكلم معكم في هذه الجزئية أفكركم بها أنكم خرجتم في يوم من الأيام لحماية الشعب ضد احتلال إنجليزي وضد فساد للملك هيمن على كل مقدرات الأمور، ولما لا فقد يكتبها الله لكم بإذن الله في الأيام المقبلة التي نتفائل فيها خيرا، أن تخرجوا لحماية الشعب المصري أيضا أيتها القوات المسلحة المصرية العظيمة وأيها الجيش الوطني العظيم الذي هو من أعظم جيوش الدنيا، لتنقذ مصر قبل أن ينفلت الزمام وقبل أن تنقطع هذه الشعرة بين هذا النظام الفاسد الفج الذي وصل إلى أقصى درجات فساده، وبين الشعب المصري الذي وصل إلى أقصى ذروة من درجات الإحباط وانهيار في اقتصاد واجتماعيات وانهيار، بل وصل إلى أصبح أناس كثيرين ينهارون نفسيا من هذه الإجراءات وهذه القرارات الاقتصادية المجحفة، وما دمر وما مرت به وما يمر به الوطن من بيع كل أراضيه ومكتسباته وأصوله. فنرجو من الله أن يكون هناك تدخلا سريع من الجيش الوطني العظيم وقوته المسلحة درع الوطن وسيف هذا الشعب. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسخر لمصر وللوطن العربي، وإنني أتفائل خيرا والله بإذن الله. هناك الكثير من الوطنيين من الشعب ومن الجيش، والكل علينا من يشاهدني ومن لا يشاهدني أن يتفائل في الله خيرا، أن يسخر لمصر أي ما كان لإنقاذها وإنقاذ هذا الشعب وإنقاذ هذا الوطن، وطننا العزيز الذي ليس لنا إلا هو، ونحن جميعا ليس لنا إلا الله. فنقول جميعا يا الله يا الله انقذنا وانقذ شعب مصر وانقذ مصر من هذه العصابة، واخرجنا منهم سالمين غانمين، واخرج وطننا العزيز وطننا الغالي على قلوبنا الذي يعلم الله ماذا نكن له من كل حب وكل احترام. نحن نحبه ونحترم هذا الوطن الذي تربينا فيه، والذي بإذن الله سنعيش فيه ونموت فيه جميعا بإذن الله، نعيش فيه مرفوعين الرأس ونموت فيه أعزاء بإذن الله، نمتلك من الكرامة. هذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى. وأشكركم جميعا، وإن شاء الله انتظروني الحلقة الجاية. هنتكلم عن الفساد، هنتكلم عن العظماء من في مصر الذين وقفوا ضد الفساد على مدار التاريخ بإذن الله، وهنتكلم عن الفساد في جميع الوزارات بإذن الله، وإن شاء الله هتلاقوا عندي كل جديد. طبعا أنا آسف إن كنت طولت عليكم، وبشكركم والله إن أنتم بتتابعوني في الوقت ده، وآسف على التأخير. متابعتكم ليا ده شرف كبير عليا ووسام على صدري، والله انا بشكركم وبشكر كل الناس اللي معايا على البث المباشر، ويا رب كده دايما اكون عند حسن ظنكم، واقول لكم طبعا تصبحوا على كل خير، ويا رب اجعلها النهارده جمعه سعيده عليكم، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب باذن الله، واحنا في وطن عزيز مرفوعين الراس جميعا، موفورين الصحه والعافيه لنا ولاولادنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.